السلام عليكم بنات، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده ويلقاكم هذا الفيديو في احسن احوالكم ان شاء الله. كيف كتشوفوا موضح عندكم في الفيديو غندير معكم هذا الكيك المنعشه الرائعه لمحبين كذلك الحامض او السيترون. كتجي من اروع لي كيك واقتصاديه سهله التحضير بدون فرن. حضروا هذا الكيك هذه الرائعه الهشه. مذاق لا يقاوم وكذلك حتى الشكل ديالها كيجي زوين. نتمنى انكم تجربوا هذا الكيك هذه ونتمنى انها تنال اعجابكم وينال اعجابكم الفيديو. نتمنى اللي مازال ما اشتركش معايا في قناه زينب شانيل يشترك ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد ديالي. وما تنسونيش وما تبخلوش عليا بلايكاتكم وتعاليقكم اللي كتحفز. كيف كتشوفوا البنات نقطع معكم واحد الطريف باش تشوفوا كيف الكيك كيفاش كتجي من الداخل وكتجي واحد الهشاشه. يا سلام البنات، كيف كتشوفوا دغيا دغيا عرفتي كتذوب في الفم. غير جربوا هاد الكيك هذه، نتمنى انها تعجبكم وتنال ارضائكم. وهنا هادو هما المكونات اللي هما اقتصاديين ساهلين. غادي نحتاج واحد البول، غنقولوا بسم الله على بركه الله. هنا البنات غادي نحتاج كاس ديال الحليب يكون بحراره الغرفه او حراره المطبخ، كاس ديال الزيت، كاس ديال السكر سنيده، جوج بيضات، وعندي جوج خمارات حمرين من فئه 8 غرام بجوج بهم 16 غرام، واحد فاني والدقيق عابره زلافه على حسب النوعيه ديال الدقيق. كيف ما كنقول دائما كاين اللي كيشرب كاين اللي ما كيشربش. المهم عبر الزلافه هي اللي كفاتني في هذا الخليط هذا. هنا غادي نهرس دوك جوج بيضات، غادي نوضع عليهم كاس ديال السكر سنيده وهذيك الساشي ديال الفاني، وما تنساوش قبيصه ديال الملح. وغادي نخدموا غير بالطراب اليدوي بالفوي، ما تحتاجوا لا طراب الكهربائي لا حتى شي حاجه. غادي نخدموا داك الخليط مزيان حتى كنحسوا بداك السكر سنيده بدا كيدوب او داب. عاد كنبداو نضيفوا في المكونات الاخرى. هنا غنضيف الزيت على جوج دفعات، الدفعه الاولى وغادي نحركو مزيان مزيان، وعاد غادي نضيفوا الدفعه الثانيه حتى نساليو الكاس ديال الزيت اللي عندنا كيف كتشوفوا. والصراحه كتجي هاد الكيك سهله البنات، سهله ما تعكزوش. نوضوا جربوا هاد الكيك هذه وردوا عليا في التعاليق. المهم البنات هنا كملت الكاس ديال الزيت ديالي وهذا واش القوام اللي وصلت ليه. وغادي نضيف عند واحد ربع كاس ديال عصير الحامض، غير الربع. حتى هو كيزيد واحد الهشاشه وواحد الرائحه ديال الحامض كتجي في الكيك يا سلام. وهنا عندي كاس ديال الحليب يعني بحراره المطبخ كيف قلت لكم. وغنميكسيو الخليط مزيان، واخر شيء غادي نبداو نوضعوا في الدقيق كيف كتشوفوا عبر زلافه. غادي نبقى نضيفوها تدريجيا مع التخليط او التحريك المستمر حتى كندخلوا داك الدقيق اللي عندنا كامل. انا كفاتني زلافه، وكيف قلت لكم البنات على حسب النوعيه ديال الدقيق. المهم يكون بنوعيه جيده خاص بالحلويات، وكتبقاو تضيفوا بشويه بشويه وانتم كتميكسيو الخليط ديالكم حتى كتوصلوا للقوام المطلوب. واخر شيء غادي نضيف جوج خمارات كيف كتشوفوا من فئه 8 غرام بجوج بهم 16 غرام، وهذا هو القوام اللي طلع ليا او جا. كيف كتشوفوا كنكتب به رقم 8 او اي حرف كيتكتب. هنا البنات غادي نجيبوا 3 ديال الزلافات باش نقسموا فيهم الخليط على 3 ديال يعني 3 ديال لي كيك، يعني طبقات عفوا، باش تجينا ديك الطبقه ديال الكيك متساويه وقد قد. كيف كتشوفوا هنا من بعد ما قسمتهم غادي نجيب الطفال ديالي. هنا عندي الطفال ديال الكرانيت ما كتلصقش، ولكن الا كنتو شاكين ان المقله تقدر تلصق لكم ولا شي حاجه دهنوها بشويه ديال الزيت، ولكن من الاحسن تكون طفال ما كديروا فيها حتى شي حاجه من غير البغرير، يعني كتبقى مزيانه وغتجي معكم ديك الكيك ناجح وغادي تجنبوا وتلصق ديال الكيك. المهم كيف كتشوفوا غادي نوزعوا داك الكيك في المقله كامله ونقادوه باش توازن لينا الكيك ديالنا، وغنديروها فوق النار ونغطوا عليها والنار تكون مهيله البنات لاقصى درجه. هنا البنات غندوز باش نقاد السيرو اللي غادي نسقي به الجينواز. هنا غنستعمل واحد الكاس ديال السكر سنيده مع جوج ديال الطرونش ديال الحامض
مع 2 كيسان ديال الماء، ونوضعوه فوق النار حتى يطيب. هنا غندوز باش نقاد معكم ديك الكريمه ديال الحامض اللي غنوضع من فوق الكيك، هي الطبقه الاخيره من الفوق. غادي نحتاج ليها كاس ونص ديال عصير الحامض، مع كاس سكر سنيده، مع واحد المعلقه كبيره عامره ديال النشا الذره. هذا هو الكريمه ديال الحامض اللي غادي ندير من فوق الكيك. الصراحه كتجي كريمه زوينه، ممكن تصايبوها تحتفظوا بها في الثلاجه، ما كتضيع ما والو، ممكن تستعملوها في عده استعمالات. المهم غادي نحركوا هذا الخليط على البارد، عاد نوضعوه فوق النار مع درجه النار تكون منخفضه ومع التحريك المستمر. المهم هنا البنات، هذه هي الجينواز ديالي من بعد ما طابت 3 ديال الطبقات، كتجي هشه رطبه زوينه بزاف البنات. راه غير باش نهز ديك الكيك ونوريكم كيفاش جات رطبه، راه كتكسر يعني يعني لديك الدرجه انها تكون رطبه بزاف، وما حاولتوش عليها ويعني خصكم تعرفوا غير بشويه هزوها، راه كتجي رطبه بزاف كتذوب في الفم البنات. هنا غادي نجيب الطبقه الاولى، غادي نسقيها بداك السيرو اللي وجدت معكم، وغادي ندير الطبقه الاولى ديال الكريمه بهذا الشكل هذا. كريمه درت خفقت الكريمه السائله عاديه. وهنا البنات غادي ندير واحد شويه الكاوكاو مهرمش، ممكن البنات تستغناو عليه او ديروا اي حاجه بغيتو ديروا من الوسط. هنا البنات غادي ندير الطبقه الثانيه كذلك، وغادي نسقيها. راه كيف كتشوفوا البنات راه شويه جات دارت كسرت ليا واحد البليصه في الكيك، ولكن ماشي مشكل، غادي تغطى لانه قلت لكم راه كتجي هشه بزاف، وإلا ما عرفتوش تهزوها راه دغيا كتكسر. وهنا البنات غنديروا الطبقه الثانيه ديال الكريمه. المهم البنات كتجي واحد الكيك رائعه وناجحه 100%. هنا غنزيدو كذلك طبقه اخرى ديال الكاوكاو، وغنزيدو الطبقه الاخيره ديال الكيك من الفوق كيف كتشوفوا، وغنسقوها حتى هي كذلك حتى كنكملوا داك القياس السيرو اللي عندنا. المهم يعني وغادي نزيدو كذلك طبقه اخرى ديال الكريمه كيف كتشوفوا. الصراحه غير جربوها البنات، راه داويه على راسها بلا ما نحتاج انني نهضر عليها بزاف، خصكم تجربوها وتطبقوا الطريقه ديال التحضير ديالها. هنا غنبداو نيطاليو في الكريمه ونقادو الجنيبات كذلك بالكريمه، نحاولوا نوزعوا ديك الكريمه ونقادوها نيطاليوها مزيان. وغادي نجيب واحد شويه الكاوكاو اللي مهرمش ومحمر، غادي نديرهم على الجوانب ديال الكيك. هذا كيبقى اختياري التزيين البنات، كيبقى لكم اختياري، يعني شوفوا نتوما باي نكهه بغيتو ديروها، الشكل ديال التزيين ديالها يعني كيبقى لكم الاختيار. هنا البنات غادي نجيب الكريمه نديرها في البوش، وغادي ندير بها هاد الوريدات ندورهم بالكيك على هاد الشكل هذا. يعني هذه فكره ديال التزيين ديالي، يعني هي كفكره فقط بغيت نوصلها لكم، وانتوما ابدعوا في تزيين الكيك. عارفه ان تبارك الله العيالات او المراه او البنات اللي متبعيني تبارك الله كلهم ما شاء الله كيعرفوا هاد التزيين ديال لي كيك وتبارك الله كيبدعوا. المهم البنات هنا من بعد ما قديت دوك الوريضات كيف كتشوفوا غادي نديرها في الثلاجه شويه تشد، وعاد غادي ندير ليها ديك الكريمه من بعد ما تبرد ليا شويه. كيف كتشوفوا غادي نقادو هاد الكريمه، كيف كتشوفوا القوام ديالها ما كيجيش ثقيل، يعني كيجي مرخوف شويه باش كتمشي لكم في الكيك ديالكم. وغادي نبداو نصبوها على هاد البنات. بالنسبه الا بغيتو تزيدوا نكهه الحامض باش تعطيكم اللون الاصفر مع النكهه زيدوها، بغيتو ديروا غير اللون فقط الاصفر زيدوه. انا زدت واحد شويه ديال اللون الاصفر ملون اصفر فقط، ما درت لا نكهه الحامض لا والو، خليتها باش نحاول نخلي داك اللوغو ديال الحامض طبيعي. وهذا هو الشكل ديالها كيف كيجي، الصراحه كتجي رائعه 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 كيف كتشوفوا. زوينه ديزاين ديالها راقي، صراحه زوينه بزاف واستمتعت ملي كنت كنقاد هاد الكيكه هادي. نتمنى نتوما تكونوا استمتعتوا معايا في هذا الفيديو هذا مع هاد الكيك هادي، نتمنى انكم تجربوها. والبنات بغيتو تكتفيو بهاد الزين هذا اكتفيو به فقط، بغيتو تزيدوها شي روتوش
بحال اللي غادي نزيدها انا. غادي نزيد ليها واحد شويه ديال قشر ديال الحامض. قطعت قشرت قشر ديال الحامض، قديته على شكل وريضه، حاولت نديرو على شكل وريضه. وغادي نزيدو واحد وريقات ديال النعناع في الجنب ديال الوريضه اللي وضعت، وكتجي هذا هو الشكل النهائي ديالها، وهذا هو الشكل اللي كتجي عليه. كتجي الصراحه كيف قلت لكم كيك راقي وسهل واقتصادي وما تحتاجوش الفرن، وغير بجوج بيضات وجدوا هذا الكيك، فرحوا الوليدات ديالكم العائله ديالكم، ونتمنى انه ما يخيبش لكم. يعني ان شاء الله غيحمر لكم وجهكم مع ضيافكم مع وليداتكم مع عائلتكم، ونتمنى انه يكون نال اعجابكم هذا الفيديو هذا. وشكرا للناس اللي شاهدوا معايا الفيديو حتى الاخير وشافوا الطريقه، ونتمنى انكم تجربوا هاد الكيك هادي وما تبخلوش عليا كيف قلت لكم بلايكاتكم، وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب اللي تعم الفائده. ونتمنى انه تخلوا لي تعاليق الا كون كيعجبوكم بحال هاد لي كيك هادو نديرهم معاكم. والبنات اللي ما عندهمش الفرن نوضو كذلك قادوا هاد الكيك غير بالمقله، ما تحتاجوا لا فرن لا حتى شي حاجه، زوينه بزاف هشيشه. مذاقها ولا اروع الصراحه، شكلا ومذاقا رائع بزاف. اتمنى انها تجربوها. وشكرا لكم، شكرا للناس اللي شاهدوا الفيديو حتى لهاد الدقيقه هذه. شكرا لكم بزاف، الى فيديو مقبل ان شاء الله. خليتكم على خير، بسلامه.